ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ انا جاي لكم النهارده بنسختي فيرجن 2 حرفيا طرش الطرش يا قلب اخوك. تعالى اثبت لك ان النسخه دي فعلا جمدان وفعلا اكتساح مجالك يا قلب اخوك. تعالى كده يا اسطى، عندك لو ضغطت على الثلاث نقط وبعد كده الاضافات والجمدان، تمام، وجيت من الاضافات والجمدان على اضافات مندو الحاكم، وجيت هنا يا اسطى عندك النسخه دي مستحيل تهنج من اي فيروس في المجال، تمام، زي ما حضرتك شايف كده. مش كده وبس يا قلب اخوك، النسخه بتفيك ريكوردات برضو زي ما انت شايف كده، تمام، وفيها تاثيرات يا قلب اخوك جمدان بمعنى الكلمه، وطبعا تاثيرات الواجهه والاسطر جمدان اقسم بالله زي ما حضرتك شايف كده يا اسطى. اقسم بالله النسخه دي فعلا روعه، تمام. وعندك النسخه يا قلب اخوك بترفعك ادمن في كل الجروبات، تمام. وعندك النسخه فيها تذكر طبعا، والنسخه ضد الحظر يا قلب اخوك زي ما انت شايف كده، وفيها فيديو في الشات نفسه يا قلب اخوك، والنسخه كمان بتنهي رومات، تمام، وبتعلق الشاتات يا قلب اخوك، طبعا بتفيك مشاهدات الاستوري زي ما انت شايف كده، ال100 وال150 وال200 و250 و300 زي ما انت شايف كده. وفيها مميزات جمدان بمعنى الكلمه يا قلب اخوك، وبتعمل طبعا رومات قديمه. اقسم بالله يا اسطى النسخه دي حرفيا جمدان بمعنى الكلمه، تمام. وكمان ضد الحظر يا اسطى، والنسخه دي فيها جمدان حرفيا مفيش بعد كده. وبالنسبه يا اسطى لو انت رقمك محظور معدل، تمام، هعرفك قصة المعدل دي كلها في الفيديو بتاع النهاردة، وايه الحوار بالظبط وازاي هتشغل رقمك، تمام. بس كده يا قلب اخوك، اثبت نفسك باللايك بتاعك الجميل، ويلا بينا على الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جاي لكم النهاردة من قناة مندو الحاكم بنسختي فيرجن 2 حرفيا اكتساح مجالك يا قلب اخوك، تمام. كل المطلوب منك يا اسطى لازم تكمل الفيديو بتاع النهاردة للنهاية، تمام، علشان تعرف النسخة دي هتحملها منين بالظبط، وطبعا تعرف الباسورد المكون من 6 ارقام، تمام. النسخة دي باسورد ومكون من 6 ارقام يا قلب اخوك، هقولهم رقمين في رقمين في رقمين بصوتي في الفيديو ده، تمام. اما بالنسبه للنسخه يا قلب اخوك هتحملها منين، فانت هتحملها يا اسطى من قناه التليجرام. قناه التليجرام دي هتلاقيها تحت في الديسكريبشن، اللي هو تحت في الوصف يا اسطى بمعنى الكلمه، تمام. وطبعا هتخش في قناه التليجرام وهتلاقي النسخه في وشك على طول، وهتحمل النسخه بلينك مباشر بدون اي مشكله خالص. يعني النسخه بلينك مباشر يا قلب اخوك، فلازم تقدر اخوك طبعا باللايك بتاعك الجميل والكومنت بتاعك الاجمل، تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو انت رقمك محظور معدل، طبعا يا اسطى هعرفك قصه المعدل دي كلها في الفيديو بتاع النهارده، وايه اللي بيدور بالظبط عشان انت تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، تمام. يلا بينا نخش على الشرح على طول علشان ما نطولش على بعض. طبعا يا اسطى اول ما تفتح النسخه عندك هتفتح معاك بالواجهيه الجمدان دي، حرفيا جمدان بمعنى الكلمه. هنا الدردشات لوحدها والمجموعات لوحدها والمسجات والحالات والكلام ده كله يا قلب اخوك زي ما انت شايف كده. وطبعا التساقط ده يا اسطى جمدان بمعنى الكلمه. لو جيت تدخل كده على الشات يا قلب اخوك، سيبك من الشات ده، عندك هنا يا اسطى لو دخلت على الثلاث نقط، هنا الخصوصيه، هنا البحث عن تحديثات. لو جيت تبحث كده قلب اخوك هتلاقي النسخه اصلا مستحيل تطلب منك تحديث يا قلب اخوك، تمام. عندك هنا يا اسطى الاضافات زائد الجمدان، عندك هنا يا اسطى جدوله الرسائل، رد التلقائي، اعاده تشغيل الواتساب، رساله رقم غير متسيف والكلام ده كله، تمام. عندك هنا يا اسطى لو جيت مثلا كده عشان نشوف شكل الشات، حرفيا جمدان بمعنى الكلمه يا قلب اخوك، اقسم بالله روعه بمعنى الكلمه، تستاهل كل الخير اللي انت هتعمله يا قلب اخوك، تمام. عندك هنا يا اسطى ده شكل الشات كده، حاجه جمدان بمعنى الكلمه، الحمد لله على نعمه الاسلام. وطبعا يا اسطى نسيت اقول لك كل سنه وانت طيب. عندك هنا يا اسطى ده طبعا تذكر يا اسطى، هو الجمدان بمعنى الكلمه، ودي طبعا الضبط بتاع الضبط طبعا بتاع التذكر وكده، تمام. وطبعا تذكر جمدان بمعنى الكلمه وسريع جدا. وطبعا شكل الشات اهو روعه بمعنى الكلمه قلب اخوك. وطبعا لو دخلت كده على الثلاث نقط، وعندك هنا الاضافات زائد الجمدان، تمام. لو دخلت كده قلب اخوك، عندك اول حاجه اهو مكتوب هنا مندو الحاكم يا اسطى، ده في اول حاجه بمعنى اصح يعني، تمام. لازم تخش هنا. طب بعد ما دخلنا هنا يا اسطى زي ما حضرتك شايف كده جمدان بمعنى الكلمه، اول حاجه يا اسطى مبدئيا، اول حاجه يا قلب اخوك زي ما انت شايف كده قناتي واتساب، خش يا قلب اخوك. طبعا دي قناه الواتساب يا اسطى، لازم طبعا عليه افضل الصلاه والسلام، لازم يا قلب اخوك تخش في قناه الواتساب دي، تمام. اول ما تخش عليها زي ما انت شايف كده هيحولك على الواجهه اللي انت شايفها قدامك دي، تمام. بعد كده مشاهده القناه زي ما انت شايف كده يا قلب اخوك، هتخش طبعا على الواتساب اللي انت مستخدمه، تمام. بعد كده يا اسطى الموافقه والمتابعه. بعد كده يا قلب اخوك زي ما حضرتك شايف كده هتضغط متابعه اللي هي فوق دي، تمام. ركز معايا. عندك لو تابعتني يا اسطى على الواتساب اقسم بالله يعني بنزل لك حاجات جامده، تمام. كده انا عملت متابعه يا اسطى، وطبعا بتفعل زرار الجرس ده للكل كده علشان اي حاجه طبعا اشعارات الكلام ده كله توصلك من قناه الواتساب، تمام. تمام قوي. طبعا هنخش كده على النسخه تاني زي ما انت شايف كده قلب اخوك، هنخش على المميزات دلوقتي.
دلوقتي كل حاجه، ما تقلقش يا قلب اخوك. عندك هنا الاضافات زائد الجمدان، تمام. بعد كده يا قلب اخوك عندك هنا قناه التليجرام، لازم يا اسطى تكون في قناه التليجرام دي، حرفيا بنزل فيها كل حاجه قبل ما بنزلها اصلا على اليوتيوب، تمام قوي. وعندك هنا يا اسطى لو رقمك محظور يا اسطى هتخش على الفيديو ده حرفيا ان شاء الله باذن الله، يعني كله بمشيئه الله هتفك لو رقمك محظور بدون اي مشكله خالص، تمام ان شاء الله. بعد الفيديو ده هتفك رقمك، تمام كده، تمام قوي. فكل حاجه قلب اخوك زي ما انت شايف كده انا عاملها لك، وكل حاجه حطيتها لك في النسخه عامه، تمام. وعندك هنا برضو قلب اخوك قناه اليوتيوب التليجرام قصدي، زي ما انت شايف كده لو دخلت كده يا اسطى هيحولك برضو على طول على قناه التليجرام زي ما حضرتك شايف كده، تمام. طبعا زي ما قلت لك قناه التليجرام دي حرفيا بنزل لك فيها كل حاجه جمدان، تمام قوي. طبعا يا اسطى عندك دي برضو قناه اليوتيوب قلب اخوك، طبعا بتخش كده يا اسطى لو انت مش مشترك بتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وبتظبط الدنيا كده قلب اخوك، تمام. وعندك هنا شات واتساب برضو لو محتاج حاجه يا اسطى. وعندك هنا السمات، طبعا كلنا عارفين السمات والمواضيع دي كلها، تمام. لو عايز تحمل سيم تثبت سيم الملف الكلام ده كله بتعمل كده من غير اي مشكله خالص، تمام. وهنا طبعا الاعدادات العامه، عندك هنا الالوان بتاعه النسخه كامله يا اسطى. وعندك هنا الستايل والشكل بتاع النسخه. وهنا طبعا تغيير ايقونه التطبيق، تمام، وتغيير ايقونه الاشعارات. وعندك هنا تغيير نوع الخط، لو انت عايز تغير نوع الخط بتغيره من غير اي مشكله خالص، تمام قوي. طبعا يا اسطى زي ما انت شايف كده اقسم بالله جمدان. وعندك هنا اخفاء الوسائط من المعرض نفسه. وعندك هنا النسخ الاحتياطي والاستعاده لو انت عايز تركب ملف سرعه. وعندك هنا الاعدادات بتاعه النسخه لو انت عايز مثلا تخلي النسخه باللغه الانجليزيه الاسبانيه الايطاليه بتعمل كده بدون اي مشكله خالص يا قلب اخوك زي ما انت شايف كده. وطبعا لو عايز تحول الرساله لاكتر من 250 شخص تفعل الزر ده، تمام قوي زي ما انت شايف كده. اقسم بالله جمدان. عندك هنا الشاشه الرئيسيه، ده طبعا الاسطر بتاع النسخه يا اسطى، اسطر الوجه زي ما انت شايف كده، معاك 10 اسطر للوجه، تمام حرفيا جمدان اقسم بالله. اختار اللي انت عايزه يا قلب اخوك. هنا بقى بالنسبه لهنا يا اسطى فدي الالوان يا اسطى بتاعت النسخه زي ما انت شايف كده، تقدر اللي انت تغير الوان النسخه كامله زي ما انت عايز، تمام قوي. وعندك هنا الزر العائم وصوره طبعا مربعه والكلام ده كله، تمام. الخصوصيه كامله يا اسطى زي ما انت شايف كده. عندك يا اسطى اول رقمين في الباسورد والا وهم 10، تمام. عندك هنا اللي هو شاشة المحادثة زي ما انت شايف كده، اللي هو طبعا البار العلوي. وعندك هنا اسطى الفقاعات والصح لو انت عايز تغير بقى بتغير زي ما انت عايز يا قلب اخوك. طبعا دي الخصوصية اللي احنا كلنا متعودين عليها، تمام. وعندك هنا اللي هو ارسال رسالة مخفية، تمام زي ما انت شايف كده جمدان اقسم بالله. وعندك هنا اشعار متصل شاهد حالتك، طبعا لو انت عايز اللي شاهد الحالة بتاعتك يظهر لك اشعار بيه، تمام. وعندك هنا اظهار الاشعارات مع الصورة نفسها الشخصية والارتفاع والرن والكلام ده كله يا اسطى. دي طبعا المميزات اللي احنا متعودين عليها، تمام. وعندك هنا اصلا اللي هو اداره الرسائل نفسها. وعندك هنا قلب اخوك اضافات منذ الحاكم زي ما انت شايف كده، دي طبعا اضافات الزراير بتاعه التهنيج وكده. طبعا زي ما قلت لك النسخه دي مستحيل تهنج من اي فيروس في المجال، تمام. فانت طبعا تفعل الزرار دي، حتى لو ما فعلتهاش يا قلب اخوك النسخه ان شاء الله باذن الله مش هتهنج معاك من اي فيروس في المجال، تمام. وعندك هنا اصلا اللي هو اضافات منذ الحاكم زي ما انت شايف كده. هنا طبعا ارفع نفسك ادمن. وعندك هنا مسج تفضل متحدد، يعني انت اصلا لو حددت المسجات مثلا اللي في الشات، تمام، هتفضل متحدده طول ما انت مفعل الزرار ده. فبالتالي مثلا لو محدد فيروس رسائل عاديه، تمام، بتقدر تعمل اعاده توجيه والرسائل برده متحدده زي ما هي، تمام. وعندك هنا ارفع نفسك ادمن قلب اخوك بيظهرك ادمن في كل الجروبات بس طبعا بيبقى فيك، تمام. عندك هنا اخفاء التذكار في الشات. وعندك هنا توثيق الارقام، تمام. وعندك هنا الغاء الفيديو اللي في الشات الخلفيه نفسها، ده طبعا ملوش لازمه لان الخلفيه فيها مشكله، تمام. عندك هنا علامه الانستا. وعندك هنا ابعت مسج بسرعه. وعندك هنا حجم الايموجي. وهنا طبعا انهاء رومات يا قلب اخوك. طبعا انهاء رومات ده اصلا طبعا انت لازم تكون في ادمن، تمام، الجروب نفسه. وبعد كده بتبعت اي حاجه فالجروب بينتهي معاك بدون اي مشكله، قصدي بتطلع من الجروب، تمام. فبالتالي الجروب بينتهي معاك، تمام. عندك هنا سجل ريك يا اسطى وانت في الكول نفسه. وعندك هنا تعليق الشتات يا اسطى. وعندك هنا اكتب كانك بتسجل ريك، تمام. يعني يا اسطى لو فعلت الزرار ده بتكتب وانت بتكتب كده في الشات هو بيظهر عنده اللي انت بتسجل ريك، تمام. وعندك هنا يا اسطى حدد اسمك نفسه. وعندك هنا طبعا حدد الاحرف في الستوري، تمام. وهنا طبعا يا اسطى ظهور مسج محوله. وعندك هنا ظهور مسج محوله اكتر. وهنا طبعا مشاهده الستوري اللي هو تفيك مشاهده الستوري 100 150 200 250 300 زي ما انت شايف كده. وعندك هنا تزويد عدد جهات الاتصال يا قلب اخوك لاي رقم طبعا انت عايزه. وعندك هنا منشن وهمي. وطبعا هنا اخفاء الارقام المتسجله. وهنا طبعا ارسال رساله مخفيه زي ما انت شايف كده يا اسطى. طبعا انت لو مش عايز صاحبك مثلا يعرف الرساله اللي انت باعتها له فبتفعل الزرار ده وبتبدا تبعت الرساله بتظهر له مخفيه من بره، تمام.
وعندك هنا اعمل روم قديم زي ما انت شايف كده قلب اخوك، بتكتب التاريخ. طبعا هنا قلب اخوك زي ما انت شايف كده بيظهر بالتاريخ ده، تمام. اي روم جديد انت تعمله او اي روم مثلا عندك قديم، تمام. وعندك هنا غير اسمك طبعا لاي اسم زي ما انت شايف كده. وهنا طبعا تغيير قراءة المزيد نفسها لو انت عايز تغيرها باي اسم من عندك. وهنا طبعا غير رقم تليفونك، تمام. لو انت عايز طبعا تغير رقم تليفونك لرقم وهمي طبعا، بس ده بيبقى فيك لغرض اللي انت تاخد سكرينات بس، تمام. وهنا طبعا تغيير متصل الان والايموجي الاول والتاني والتالت زي ما انت شايف كده. جمدان اقسم بالله قلب اخوك حرفيا، تمام. وهنا تفيك طبعا مدة الريكورد والكلام ده كله حرفيا يا اسطى. جمدان اقسم بالله. هنا طبعا مسح مخالفات الواتساب اللي هو الاندرويد 10 واندرويد 11، ومؤثرات طبعا ال 3 دي، تمام زي ما انت شايف كده جمدان. ومؤثرات طبعا الاسطر الواجهه. وعندك هنا قلب اخوك مؤثرات السقوط بتاعت الثلج والكلام ده كله اللي انت شفتها في بدايه الفيديو، تمام. وعندك هنا متصفح جوجل يا اسطى زي ما انت شايف كده، بس استخدمه تمام عليه افضل الصلاه والسلام. حرفيا يا اسطى النسخه جمدان بمعنى الكلمه زي ما انت شايف كده. بص مفيش كلمه تانية، تمام. تاني رقمين في الباسورد قلب اخوك 30. عندك هنا اعدادات الوسائط زي ما انت شايف كده، اخفاء الوسائط من المعرض نفسه، تمام. واعاده التعيين. وعندك هنا ارسال الصور بوضوح عالي، ارسال الفيديو بوضوح عالي، ارسال صوتيات اكبر من 16 ميجا بايت، مشاركه الصور بلا حدود، تمام. مشاركه برضو المستندات بلا حدود، زياده حجم الحاله، عرض الاستوديو، تمام. زي ما انت شايف كده يا اسطى النسخه اقسم بالله جمدان تستاهل كل التقدير منك يا قلب اخوك. عندك هنا النسخ الاحتياطي والاستعاده لو انت عايز تركب ملف سرعه قلب اخوك زي ما قلت لك. وطبعا هنا التحديثات، طبعا النسخه مش هتحتاج منك اي تحديث خالص، تمام. حرفيا جمدان اقسم بالله يا اسطى. عندك يا اسطى الحوار بتاع النسخ المعدله، ورقمك طبعا مش عايز تشتغل على نسخه معدله، وانت طبعا بتشوف الهبد كتير قوي على اليوتيوب، تمام يا اسطى. مفيش نسخه هتشتغل على النسخه على رقمك طالما محظور معدل. مفيش نسخه على اليوتيوب معدله، تمام، هتشتغل على رقمك غير بالطريقه اللي هي بتنزل ديت. في ناس كمان بتنزلها صح وفي ناس بتنزلها غلط، بس انت اهم حاجه ما تصدقش اللي في نسخه ممكن تشغل رقمك، تمام، عليها والنسخه دي معدله، عشان بس ما حدش يضحك عليك. والهبد كتير قوي في المجال اليومين دول، تمام. انا ممكن برضو كنت اضحك عليك عادي خالص، تمام، واقول لك النسخه دي بتشغل رقمك لو محظور معدل، بس انا اصلا الحمد لله ماليش في الحوارات ديت خالص، تمام. فانا عشان بس ما حدش يضحك عليك فقلت لك الكلمتين دول، تمام، بدون ذكر اسامي خالص، تمام كده. بس عامه الحوار ده يعني ان شاء الله باذن الله 10 ايام بالكتير خالص، تمام. والحوار ده كله ان شاء الله باذن الله هيتحل. الكلام ده سامعه منين؟ تمام، الكلام ده سامعه من ناس موثوق منهم يعني، تمام. بس مش اكتر. ادي حوار يا قلب اخوك حظر الارقام المعدل، وطبعا النسخ اللي بتنزل اليومين دول والكلام ده كله. عندك هنا يا اسطى حول التطبيق طبعا زي ما انت شايف كده. هنا طبعا التويتر، التليجرام، رساله الشكر، الكلام ده كله، تمام. بص يا اسطى النسخه جمدان زي ما انت شايف كده، حرفيا روعه بمعنى الكلمه. والواجهه طبعا الواجهه طبعا اتغيرت اهوت. طبعا انت بتغير الواجهه لاي حاجه انت عايزها، والتحركات برضو اتغيرت اهي تسطر لو دخلت الشات كده، تمام. وطبعا لو في رسائل كتير والكلام ده كله هتلاقي برضو التحركات اشتغلت بدون اي مشكله خالص، تمام. اخر رقمين في الباسورد يا قلب اخوك 50، تمام كده. طبعا الباسورد بتاع النسخه مكون من 6 ارقام، وقلتهم رقمين في رقمين في رقمين بصوتي في الفيديو، تمام. طبعا لو ما سمعتش اي حاجه فارجع ورجع الفيديو علشان تسمع الباسورد وتعرف ان انت تثبت النسخه بدون اي مشكله خالص، تمام. النسخه دي هتلاقيها فين يا قلب اخوك؟ طبعا قناه التليجرام هتلاقيها تحت في الديسكريبشن، تمام. هتخش في قناه التليجرام دي، وطبعا هتلاقي النسخه في وشك على طول. اول ما تخش قناه التليجرام هتلاقي النسخه في وشك على طول يا قلب اخوك. هتدخل الباسورد بتاعك، تعمل النسخه قصدي بلينك مباشر، تمام. وطبعا هتدخل الباسورد بتاعك وهتدخل وطبعا هتفتح النسخه عادي خالص من غير اي مشكله معاك، تمام. وطبعا يا اسطى قناه الواتساب برضو هتلاقيها تحت في الديسكريبشن، فيا ريت تنورني فيها قلب اخوك. بس كده كل سنه وانتم طيبين، ويا رب سنه او كل سنه كده نكون مع بعض وبخير. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.